أزمة الثقة بالنفس عند الشباب. أزمة الثقة بالنفس عند الشباب طريق التوازن بين التقدير والغرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، نلتقي في اللقاء الثامن من برنامج صوت النجاح. نحدثكم وصوت الحقيقة لا يخفت ولا يضل ما دمنا نلتمس النور في طريق الحياة. في حلقتنا اليوم نفتش في نفس كل شاب وفتاة، نبحث عن سؤال مزمن وهاجس قديم جديد. لماذا أشعر أنني لست جيدا كفاية؟ وإذا قويت شيئا ألا أكون متكبرا؟ يا أصدقائي، في مرحلة الشباب تتشكل الشخصية وتنضج الأحلام، ويبدأ العقل بسؤال الدنيا: من أنا؟ وما قيمتي؟ ولكن تظهر أزمة دفينة، إما شك في النفس وإما غرور يغطي ضعفها. ما هي أزمة الثقة بالنفس؟ ما هي أزمة الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس ليست صوتا عاليا ولا اعتقادا بأنك الأفضل، هي إدراك واسع لقيمتك عند ربك وقدرتك على التطور وتقبلك لنقصك وإمكانية نموك. فإذا اختل هذا الميزان دخل الشاب في دوامة التقليل من الذات، أو صنع لنفسه وهم التفوق ليغطي خوفه. لماذا يفقد الشباب ثقتهم؟ لماذا يفقد الشباب ثقتهم؟ المقارنة الهادمة للذات. المقارنة الهادمة للذات عبر السوشيال ميديا صور نجاح وجمال ورحلات وإنجازات تظهر لك نصف المشهد وتخفي كتلة المعاناة. بيئة غير داعمة، نقد مستمر، مقارنات بين الإخوة، وكلمات تسقط على الروح كالسهام. خوف من الفشل، الخطأ يفسر أنت فاشل، والتجربة تحارب. لا تخطئ، لا تبدو غريبا، لا تكن محل سخرية. فهم خاطئ للدين، يعتقد بعض الشباب أن الثقة نقيض التواضع، وأن المؤمن لا يظهر، لا يبادر، ولا يجاهر بخير. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلاهما خير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن القوة هنا قوة النفس والعزيمة والثقة بالله. كيف نبني ثقة حقيقية دون غرور؟ اعرف نفسك يا صديقي وبصمتك الفريدة،
لا تنتظر أن يحكم عليك الآخرون، بل اجلس مع ذاتك وقل: ما الذي أجيده؟ ما الذي أحتاج لتطويره؟ تذكر أن لكل منا علامة فارقة خلقه الله بها، وهي سر قوتك. استمد ثقتك من الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. هذه آية عظيمة تبين شرف الإنسان ومكانته عند الله، وتعد أصلا في بناء الثقة بالنفس المرتبطة بالكرامة الربانية. كرامتك يا صديقي لا تأتي من مال ولا شكل، بل من عبادتك وحسن صلتك بربك. ابدأ صغيرا واحتفل بالتقدم لا بالكمال. لا تنتظر أن تصير ناجحا كاملا لتخطو. اشترك في حوار، ألق فكرة، قم بمبادرة. الثقة تبنى بالتدريب. احتفل بكل خطوة صغيرة تحققها، فالكمال وهم والنمو المستمر هو الأهم. اختر صحبة صالحة وتعامل مع الانتقاد. تجنب الساخرين والمثبطين والذين يطعنون ثقتك بكلماتهم. أولئك الذين تنفذ كلماتهم إلى قلبك كالسهام. دعك منهم، واختر من يقويك ويركز على نعمة الله فيك. تذكر أن النقد البناء فرصة للتعلم، والرفض لا يحدد قيمتك. إذا نجحت فاشكر واخدم غيرك. قدرك لا يقاس بالمقارنة، بل بشكر النعمة والاعتراف بأن كل فضل منه سبحانه وتعالى. ساعد الآخرين وانخرط في العطاء، فخدمة الغير تعزز إحساسك بالقيمة والثقة بقدرتك على التأثير. مارس التأمل الواعي في زحمة الحياة والمقارنات. عقلنا قد يكون ساحة معركة للأفكار السلبية. جرب أن تعطي لنفسك وقتا بسيطا كل يوم للتأمل الواعي، 5 دقائق فقط، لتركز في نفسك وأنفاسك دون حكم. هذا يساعدك على التهدئة ورؤية الأمور بوضوح. الثقة والغرور في الميزان. الثقة نور يخرج من الداخل، أما الغرور فقناع يغطي خوفا خفيا. كن واثقا ولكن متواضعا، كن قويا ولكن رحيما، كن ناجحا ولكن شاكرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، واجعلني واثقا بك متواضعا لك، عاملا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعل ثقتي بنفسي تغريني، ولا ضعفها يقعدني، بل خذ بيدي يا الله لكل خير يا أرحم الراحمين. عزيزي المستمع، في الختام، أنت لست نسخة من أحد، بل نسخة فريدة صنعها الله بحكمة. لا تدع أحدا يسلبك حقك في أن تؤمن بنفسك. ثقتك نقطة انطلاقك وليست غايتك.
كنت معكم أحمد صالح في صوت النجاح. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، وفي القلوب كلمات وفي الطريق أمل. وإن كان في صوت النجاح ما أثر قلبك يا صديقي وأيقظ فيك ما نام، فاجعل لنا من دعمك نصيبا، ومن وقتك لحظة تثبت فيها أن الكلمة الصادقة تستحق أن تستمر. اشترك في القناة واضغط على الجرس لتصلك الحلقات ما دام في العمر صوت يقال، وفي القلب شعلة تريد أن تنتشر. صوت النجاح لكل من آمن أن النور حق، وأن الكلمة قادرة على التغيير. في رعاية الله.